جربتي قبل كده تحطي الخميرة الفورية على البيض في الكيس البلاستيك؟ عايزة اقولك الفكرة رهيبة وبجد مش هتبطلي تعمليها. تعالي نعملها مع بعض ونشوف النتيجة. زي ما انتوا شايفين جبت كيس نايلون عادي جدا اللي بنحط فيه الساندوتشات للولاد في المدرسة، وحطيت فيه بيضة. يفضل البيضة تكون بيضة كبيرة، يعني ما تبقاش بيض بلدي. عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، يعني تقريبا نص من الكيس اللي بيبقى موجود في السوبر ماركت. رشة ملح، معلقة كبيرة من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من السكر الحبيبات. ممكن كيس فانيليا أو رشة فانيليا، ومعلقة كبيرة من النشا. وهبتدي اني اخلط المكونات دي كلها مع بعض في الكيس كده بايديا لغاية ما يمتزجوا تماما. زي ما انتوا شايفين هنا المكونات اهي امتزجت تماما. مفيش اي كتل من النشا، بالذات عشان النشا ده سهل جدا يكلكع، وده مش هيكون احسن حاجة. حطيت كوبايتين من الدقيق العادي بتاعنا المتعدد الاستعمالات، عليه كوباية من المية الدافية، وده طبعا علشان الخميرة نفس الكوباية اللي عايرت بيها. ونفس الموضوع هعجن الكلام ده كله مع بعضه لغاية ما يختلط تماما ويبقى عندي خليط متجانس. بعد كده هفرد الكيس بالمنظر ده وهتنيه، احاول اطلع اي هوا فيه، واسيبه بقى في مكان دافي يتخمر لمدة ساعة. انا سبته على الرخامة بما اننا في الصيف، وغطيته بالفوطة كده. شايفين منظره عامل ازاي؟ ما شاء الله، فقاعات الهواء اهي باينة علشان الخميرة بتاعتنا شغالة والدنيا تمام. دلوقتي بقى هكمل عجن فيه حاجة بسيطة كده علشان بس اطلع الهواء الزيادة بالطريقة دي، علشان وانا بشتغل بالكيس ما يضايقنيش او ما يفرقعش مني بسبب الهواء. واجمعهم في حتة كده واقص الحافة بتاعة الكيس. هنا بصراحة بنتي تطوعت وقالت لي من فضلك يا ماما انا عايزة اقص انا، فقصت بصراحة الفتحة كبيرة شوية. ما يجراش حاجة لما اولادكم يبقى نفسهم ان هم يساعدوكوا في المطبخ، خليهم يساعدوكوا. ومش مهم ان شاء الله، كده كده كلنا هنفرح وهناكل من اللي بنعمله بإذن الله. يعني الشكل ساعات ما بيبقاش مهم، بس انا هنا بشرح لكم علشان تبقوا عارفين ليه الشكل كبير كده. طبعا بحطها في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. عملت الاول الاختبار، واول ما درجة حرارة الزيت بقت تمام نزلت ببقية الكمية بالمقص، وقلبتها اول ما لونها اتغير وشلتها. نزلت ببقية الكمية وبعدين برجع انزلها تاني، يعني انتي بتسويها نص سوا علشان تبقى مقرمشة معاكي وكريسبي. لو حباها طرية خلاص هي قلية واحدة كفاية. انا بقى بحطها في عسل نحل او سكر بودرة. في ناس بتحب تعمل الشربات التقيل اللي هو بتاع الكنافة. طبعا كده او كده او كده كلها حلوة. وكمان في ناس بتحط صوص الشوكولاتة. جربيها بالطريقة اللي تعجبك. الف هنا وشفا عليكم، ومع السلامة.